ايه الفروق بين البريتش انجلش والامريكان انجلش؟ هو في اكتر من نوع من الفروق بين البريتش والامريكان، وممكن الفروق دي نتكلم فيها بشكل تفصيلي اكتر في فيديوهات منفصلة، بس دلوقتي هنفهم الفكرة العامة للفروق ما بين البريتش انجلش والامريكان انجلش، لان الفروق اكتر من نوع. في نوع من الفروق دي في الاكسنت. يعني ايه؟ يعني بتكون الكلمة واحدة هنا وهنا، لكن الاكسنت هو اللي بيختلف. يعني مثلا كلمة مية بالبريتش انجلش اسمها water. water ده بريتش انجلش. بالامريكان اسمها water. كلمة مية هنا ما اختلفتش، هنا water هنا water، نفس الكلمة، لكن اللي اختلف النطق. هي نفس الكلمة بنفس السبيلنج، لكن النطق هو اللي اختلف. دي الاكسنت، ده نوع من الايه، من الاختلافات. يعني بتكون الكلمة واحدة لكن النطق هو اللي بيختلف. في نوع تاني من الاختلافات بتبقى الكلمة أصلا مختلفة، زي مثلا كلمة holiday. holiday بالإنجليش بريتش إنجليش معناها أجازة، بالأمريكان اسمها vacation. الكلمة هنا أصلا مختلفة، زي كلمة flat and apartment. flat يعني شقة، apartment يعني شقة بس بالأمريكان. وهي أصلا كلمة apartment مش إنجليزي أصلا، هي جاية من اللاتيني، جاية تحديدا من الفرنسية، بس دخلت في اللغة الأمريكية أو في اللكنة الأمريكية وبقت من اللغة الأمريكية أو من اللكنة الأمريكية. ده نوع تاني من الفروق، الكلمة أصلا مختلفة. في نوع تالت من الفروق بتبقى الكلمة واحدة ونطقها واحد برضو، لكن السبيلنج هو اللي مختلف. تعتبر عكس الأكسنت. الأكسنت السبيلنج واحد لكن النطق مختلف. لكن في بعض اختلافات بتكون الكلمة نطقها واحد لكن السبيلنج مختلف. فدي كلها انواع مختلفة من الفروق، ممكن ناخدها بشكل تفصيلي اكتر في فيديوهات منفصلة. يبقى دي اكتر من نوع من الاختلافات بين البريتش والامريكان.